النهارده إن شاء الله هنتعرف على operator. هو يعتبر حاجة مساعدة لينا، بنستخدمها عشان نخلي الكود منظم أكتر ونقلل عدد السطور اللي هنستخدمها. إيه هو الحاجة دي؟ اسمها الوايرلس operator. هو عبارة عن assignment expression. بتتكتب إزاي؟ بتتكتب colon و equal. ماشي، احنا عندنا أول كود معانا. احنا عندنا list عرفناها جوه variable اسمه data، وبعد كده رحت عرفت variable تاني اسمه n وخليته يخزن فيه ال length of data. length ديت built in function بتجيب لي كم عدد الأرقام في الليست دي، كم اللينس بتاع الليست. بعد كده رحت عملت كونديشن على ال n دي، قلت له if ال n أكبر من 5 اطبع لي ال n. الرن قال لي ايه؟ قال لي 7. انا عايزه اعمل ايه؟ انا عايزه اروح اعمل له كونديشن اخلي فيه اعرف له فيها ال n واعرف له فيها الاكسبريشن اللي هو ال n of data جوه نفس if statement، بدل ما اكتب السطر ده اشيله خالص. طيب اعملها ازاي؟ هستخدم حاجه اسمها wireless operator. تكتب ازاي الwireless operator ده؟ احنا هنروح هنقول له اقول له ايه؟ اقول له ال n colon equal، اكتب له انا عايزه ال length of data. ماشي، لو اكبر من 5. طيب colon اطبع لي 5، اطبع لي ال n ورن. شوف اقول له ايه. قال لي ايه؟ قال لي true. طب هو قال لي true ليه؟ عشان هو اعتبر ال n ده طرف لوحده واللينس اوف داتا اكبر من 5 طرف لوحده، واشتغل على كده. يعني اعتبر ان ده كونديشن، لو ترو هيتبع ترو. يعني ال n دي اعتبرها كونديشن، اعتبر ان ده سؤال هل اللينس اوف داتا اكبر من 5؟ ترو، هو ترو، فهو اعتبرها كده. اعتبر ان احنا بنخزن كلمة ترو في ال n. معنى كده اللي احنا عايزين ايه؟ عايزين نفصل ال5 دي عن كل ده، عن الاكسبريشن والفاريبل، فنحطهم جوه راوند براكت. تمام، تعالى نطبع تاني. طبع الكام؟ طبع ال7. هو عرف لي، جاب لي اللينس اوف داتا وخزنها في الان، وبعد كده اشتغل بالان بس. لو الان اكبر من 5 اطبع لي الان، اطبع لي ان ايه اللي احنا خزناه فيها اللينس اوف داتا. تمام. ماشي، تعالوا نشوف ده. هنا بيقول لي ايه؟ هنا اخد من اليوزر وورد وخزنها في فاريبل اسمه يوزر اوف انبوت، وقال لي ايه في اللينس في اليوزر انبوت اكبر من 3 اطبع لي اليوزر انبوت. حاجه سهله. تعالى نرنها. قال لي ايه؟ قال لي دخلي لي الوورد. هقول له دوج. طبع لي حاجه؟ عمل اي حاجه؟ ما عملش حاجه. ليه؟ لان الدوج 3 حروف مش اكبر من 3. طيب رنها تاني. اللي دخلي لي الوورد، قلت له ابل وعلي الابل. لو انا بقى عايزه استخدم الوايرلس اوبريتور فيها اعمل ايه؟ بدل ما انا كنت عملت لينس اوف يوزر انبوت كده لوحدها وعرفتها قبل كده بسطر قبلها، لا انا هعرف في اف ستيتمنت اليوزر انبوت. هقول له خد لي من اليوزر انتر اور، بعد كده اعمل لي الكونديشن بتاع اللينس اوف يوزر. يعني ايه؟ هقول له ايه؟ هقول له if اليوزر input colon equal عشان اعرف جواها ان احنا هنكتب له الاكسبريشن اللي احنا هنكتبه ده هنخزنه في اليوزر input. هنقول له input enter a word. ماشي، وبعد كده نروح نكتب الاكسبريشن التاني اللي هو بتاع ايه؟ بتاع اللينس. اقول له اللينس if اللينس اليوزر input اكبر من 3 اعمل لي ايه؟ اطبع لي اليوزر input. نيجي الرن، طلع لي ايه؟ طلع لي enter award. اقول له دوج، ما عملش اي حاجه. فالرن تاني هقول له قبل، هيطبعها لي تاني. فكده احنا بقى عملنا، بدل ما كنا كاتبين expression وخزناه في variable وبعد كده عملنا سطر تاني للكونديشن، فاحنا خلينا الكونديشن كله في نفس السطر. ماشي، دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي احنا عايزين ناخد رقم من اليوزر ونعمل عليه تشيك. لو الرقم ده اكبر من 10 هيتبع لي ان الرقم ده اكبر من 10، else اصغر من 10. ماشي، هنكتب بقى الكود ازاي؟ هنقول له num equal، هناخد من اليوزر رقم. يعني احنا المفروض نعمل على casting اللي هو int، وبعد كده اقول له دخل لي الانبوت واقول له enter a number. تمام كده خدنا الرقم، وبعد كده اروح اعمل عليه condition if النم اكبر من 10 print قول لي ان النمبر ده
number حط له النم is greater than else print له نفس الجملة دي بس اسم واكتب له نفس الجملة دي بس اقول له is isn't واعمل له run ادخل له 11 قال لي the number 11 is greater than 10. ماشي احنا هنا بس حاجة بسيطة بدل ما عرفنا الاكسبريشن وخزناه في variable وبعد كده استخدمنا الفاريبل ده انا ممكن اقول له هنا اقول له كولون equal واكتب له دخل لي الرقم اكتب له نفس الرسالة دي بالظبط تمام واشيل ده ورن هيديني نفس النتيجة بالظبط اقول له 12 قال لي the number true is greater than 10. طب ليه true؟ ليه؟ عشان هو استخدم دلوقتي عمل اللي احنا عرفنا النمبر اهو وبعد كده كولون equal للint واستخدم ده كله في طرف لوحده. طب ده صح؟ لا مش صح المفروض اخد ده كله كده واعمله جوه راوند براكت اقول له 12 تاني قال لي the number 12 is greater than 10. كده يبقى اتعرفنا على الوايرلس اوبريتور. عبارة عن ايه الوايرلس اوبريتور؟ ان احنا نعرف variable واعمل له كولون equal اكتب له الاكسبريشن. دي طريقة كتابة. كده كنا اتعرفنا على الوايرلس اوبريتور وعرفنا عنها وخدنا بعض الأمثلة.